السلام عليكم غالياتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جاتني طلبية تاع بنيون تشكيلة خاصة بالختان، اسكيمو وطربوش والبابوش، وصاب لي كذلك خاص بالختان حتى نشاركه معكم في فيديو وحده. يلا نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبارطاجيوا لي الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة فضلا منكم وليس أمرا. نحتاج زوج باكيات نتاع كاطو مرحي نتاع الحانوت ولا الكاطو نتاع الدار، أي نوعية كاطو. المهم يكون الكاطو إذا كان تاع الحانوت اختاروه مقرمش وما فيهش الكريمة. يعني أنا درت 2 علب، كل علبة عمرت لي كيلة اللي هي غرفية، وكنت معبرة كيلة تاع كاوكاو مقبل مرحي مدشش ماشي بودرة باش تبان بنته اللي هي 250 غرام. في الأول عبرت أنا 250 غرام كاوكاو، ومن بعد نفس الكيل عبرت به 2 كيلات كاطو اللي هما جاوني 2 علب. نفرغ الكاوكاو في ماعون ونزيد عليه الكاطو. البنيون معروف تقدري تضيفي فيه اي حاجه متوفره عندك، ولكن النواشف لاباز دائما انا حكمتها بهذه الطريقه: كيلة تاع كاوكاو ب2 كيلات كاطو، يعني وتخرج هايله. راهي وصفه تقليديه من زمان، شيرات راهي من التسعينات، ماهيش غير دروك ولا. والباقي كيما تبغي، هادو اللي خرجوا الكريمات اللي خرجوا جدد زيديهم من عندك. وزدت عليهم 125 غرام حلوة الترك، واللي ما تبغيش حلوة الترك دير شوكولا تختيني ولا طوفيا كراميل ولا دبر راسها، يعني قلت لكم هذوك صوالح يرجعوا ليكم. نفتت حلوة الترك ونزيد 2 ملاعق كبار كاكاو وباه ينقص لي الحلاوة، واحد 40 غرام حتى 50 غرام هكذاك. اختاروا نوعية جيدة اللي بنتها شابة. انا دائما نزيد في البنيون عطر البخاليني، نحس فيه ذوق تاع شوكولا تاختيني، ونخلط هاد المكونات مع بعض. الصحن هنايا راه صغير، دوك من بعد نبدله كيما قلت لكم القاعده تاع البنيون. وهنا كانوا عندي قطايف محمصين، تقدروا تعوضوهم بالديول محمصين باش يجوكم يقرمشوا شويه. نخلطهم ومن بعد نقلب المكونات في اناء واسع باه نقدر نخدم، وخلطهم جيدا. ومن بعدها زدت شويه نتاع زبده طريه. هنا تكوبالي الهاتف شيرات، درت ملعقه معمره مليح و2 ملاعق نتاع عسل، ونخلط جيدا. يعني كل ملعقه نتاع زبده معمره مليح تقابلها 2 ملاعق ممسوحين تاع عسل. انا نبغي بنه الزبده تكون باينه باه تحسي بلي لميتيها بكريمه الزبده، وما تجيش حلوه بزاف. مع الشوكولا راح تجيكم سواسوه. ونبقى غير هاك، يعني ملعقه نتاع زبده بزوج عسل حتى نكمل الكميه، وتتحصلي على خليط يكون طري بزاف، يعني ما تخلوهش ناشف باه من بعد يجي البنيون تاعكم طري وشباب من داخل، لخاطر الكاطو راه يشرب السوائل هذوك. يعني راح تدي لكم شويه تاع زبده، انا دات لي 350 غرام. وهنا كل على حساب نوعيه الكاطو تاعك، اذا حرش ويشرب ولا رطب. مهم تتحصلي على عجينة تتشكل كورة وتكون طرية ومعسلة. ونجيب المول سيليكون، تقدروا تعملوا أي شيء يكون عندكم، أي نوع تاع مول. أنا بما أنه ختان جبت هذا، يعني هذا مرة نطيب فيه في الكوشة صابلي، واليوم غادي ندير فيه البنيون، حندير به الشوكولا. ندير فيه الحشو ونضغط مليح باه يدي الشكل، وما تعمريش الثقب كامل، خلي حق الشوكولا باش من بعد نديروها فيه بهذه الطريقه حتى نعمرهم كاع فيه. هذه راه فيه 11 ثقب. لو كان ديريه كبير على الثقب من بعد كي يجي كبير وما تقدريش تغطيه بالشوكولا. وكي نكمل نديها للمجمد ونخليها تجمد. وعندي هاد ليمول تاني تاع سيليكون، الشكل تاع لي زيسكيمو معروفين ينخدموا بالجينواز، ولكن هاد المره خدمتهم انا بنيون، يعني غير بالكاوكاو والكاطو. مره خلاف نشارك معكم تاع الجينواز. المهم عندي هادو 2 ليمول نتاع لي زيسكيمو، واحد كبير وواحد صغير. في الاول كنت نخدم انا غير بالصغير،
وبالعقل زدت شريت الكبير هكذا باش نطلق روحي. عندهم ثقوب من تحت وين يدخلوا المطارق هذوك تلقاوهم مغلوقين عادي تقبوهم غير بالسكين. الصغيرة فيها 4 والكبيرة فيها الضعف تاعها فيها 8. ندير كمية من البنيون وندخل المطرق من الفتحة منا، ندخلها حتى توصل قد هنايا نحبس. وكي ندخل المطرق راح يتعرى لكم الحشو شوية، زيدي غطي من الفوق ونضغط مليح. قلنا نحط الحشو هكذا في النص وندخل المطرق نتاع لي زيت كيمو. كي ندخلو نوصلو حتى لهنايا، ومن بعد نزيد الحشو من الفوق ونغطي المطرق ونكمل كاع الكمية. وكي نكمل نديرهم في سنيوة باه ما يترووش، وندخلها كذلك للمجمد نخلوهم يبردوا. ونزيد النوع الثالث نتاع البابوش. هذا الشيرات ما يديش بزاف الحجو، يعني قيس حبة تاع الفول هكذاك. ندير غير شويه هنايا في المقدمه تاع البليغه، يعني في الحفره، لانها هذيك الجهه اللي جايه على جنب جايه طبقه رقيقه، يا ربي تدي الشوكولا فقط، ما نقدرش نحشيها. تقدروا تعمروها غير بالكراميل الشيرات هكذا. ونديها للمجمد. وها هو بعد ما جمد ما يديش وقت بزاف، يعني الزبده فيه بالخف راح تجمد، ماشي يجمد يولي حجره، لا يعني يحكموا رواحهم، تقدري تتحكمي فيه، راح تتنحى لك بسهوله. ونحطها هنايا في عفسه، وكي نحطهم هنا نعاود نرجعهم للبروده، ما تخليهمش على برا، انا نحتاجهم حاكمين رواحهم. مع هاد الحمان لازم لهم البروده. ونزيد الكميه الباقيه باه نكمل العدد المطلوب، ونديهم للمجمد ولا الفريجيدار من تحت، ولا المجمد كي يكون الحمان ما تخليهمش يجمدوا بزاف، المهم قد اللي يحكموا رواحهم. ونجيب المول تاع البليغه، نلقاه تاني راح حكم روحه، نحيه تان نتاع البليغه فيه 12 وحده هكذا. ونكمل الحساب نتاعي كما قلت لكم، نرجعهم تاني للثلاجه. ونزيد نجيب تاع لي زيسكيمو، كنت خدمت من قبل 8 وهادو 8 و4 راهم المجموع تاعهم كاع 20 قطعه هكذا. نحيهم بسهوله، نضغط عليها منا هكذا، وكي تخرج ندفع المطرق للقدام يخرج، راهي جامده تقريبا حاكمه روحها. وهادو هما. ومن بعدها قلنا نحطهم دائما في الثلاجه من تحت. هادو كاع نخلوهم يعني يبردوا شويه، بصح ماشي يتجمدوا، غير يبردوا باه الشوكولا ما تطرطقش، يبقاو باردين. ونروح ندوب الشوكولا. نبدا انا بشوكولا البيضاء دادا ذوبتها في الميكرووند، يعني كل دقيقه نخرجها ونحركها ونعاود نرجعها حتى ذابت كاع. كي يكون الحمان بزاف ما تزيدوا لها والو، ولا بغيتو زيدوا لها 2 ملاعق فقط نتاع زيت. ومن بعدها عمرتها في الكاس، لازم يكون كاس كيما هكا عالي، ولازم الشوكولا تكون شويه ما هي ساخنه بزاف تغلي جاريه، ما هي بارده، خلوها متوسطه. والحبه تاع الكاطو تكون بارده باه الشوكولا تركب عليها وما تجيكمش الحبه شفافه. ونرفد الحبه من المطرق ونقلاصي بهذه الطريقه، يعني سهله ماهله وسريعه. غطسي قد اللي توصل عند المطرق ويتغطى الحشو كاع وصاي. وحطيها فوق بابي كويسون ولا ساشي. انا حطيت غير فوق شباك، على بالي بلي راه الحمان في الاول راح تجمد من البروده نتاع الحبه هذيك، ومن بعدها راح ينطلق، وكي ينطلق من الحمان نحيهم. كاين طريقه هذيك الشيرات تاع مول سيليكون تاع تعمريها كاع بالشوكولا، ومن بعدها تدخلي الحشو في الوسط، وكي تجمد الشوكولا ديري الحشو في الوسط، ومن بعدها تدخلي المطرق وتعاودي تغلفيه بالشوكولا تقلعيهم مستويين، ولكن غير هكذا وجاو شابين. هذيك الطريقه حتى نشاركها معكم في تاع لاجينواز، يعني هذه طريقه عمليه، والاخرى تخرج مفينيه اكثر، بصح هذه تاني خرجت لي شابه ما شاء الله وعجبت الزبونه. وهذا هو نخليه شويه ونحيه، ومن بعدها نحيه من الشباك. ومن بعدها من البروده نمسحه من الميديتي، وندير اللماع من الفوق، اللماع يكون فضي الخاص بالطليه ماشي تاع هذاك اللي تخلط بليكيد.
وهنا كنت صانعة بابيون بعجينة السكر اللي شاركتها معكم. درتها في المول هذا نتاع السيليكون، الملون احمر نتاع الميزان نتاع الهند. وصنعت كذلك طربوش بالمول هذا نتاع طربوش. هذا التزيين خدمتهم مسبقا ودوك راهم يابسين. وندير ناكخي في الرشمة هذيك نتاع الشوشو تاع الطربوش. وكذلك كنت صانعة هنا بابيون بالحاشية. اذا بغيتو ندير لكم عليها فيديو ماشي مشكل غالياتي، خاصة المبتدئات. البابيو غادي ندوب انا السيليكون هذا بالكابوس ونلصقها هنايا، يعني ندير غير نقطة ونلصقها في المطرق، لازم تكون قريبة للشوكولا. المهم دروك نبداو بالطربوش. ندهن انا بالغيرة ولا بياض البيض ونحطها هنايا على جنب. دائما نركزوا على الشوشو يجي من اللور. ونزيد البابيو تاني ندير لها مسحة تاع بياض البيض، انا نخدم ببياض البيض، ونحطها قدام الطربوش هكذا، خلي مسافة قليلة، وندير مسحة يعني تكون مشمخة شوية. ندير خط هكذا من عند البابيو حتى لتحت. عندي هنايا مرجان ذهبي، ندير منه 3 حبات فوق هذاك الخط اللي مسحناه من قبل ببياض البيض. ديرهم متباعدين باش يبانوا كيما القفلة. وهذا هو شكلها. هنايا لازم ما تحركوهاش حتى ينشف البياض هكا باش تبقى حاكمة شكلها. وندير نقطة من السيليكون هذا بالكابوس. اذا ما عندكش الكابوس تقدري تسخني السيليكون، هادو راهم يديروا 300 دورو 1005. تقدري تسخنيه فوق النار وتلصقيه به، بصح الكابوس عملي وما يخليه ما يقويش عليك هذاك البلاستيك فوق طاولة العمل. الكابوس هذا راه يدير 20 ميل حتى ل 25 ميل عند لوازم الخياطة. ومن بعد نحط البابيو تما وحطيهم في لي كيسات ولا هاد الكراطين اللي دايرين كيما سوتاخت. وهذا هو شكلها النهائي. ونخليها تنشف. نعاودو نرجعو للطربوش والبابوش. تاني دوبت شوكولا بالحليب، زدت لها ملعقة نتاع زيت. وهذاك المول اللي خدمت به من قبل الطربوش والبابوش راه نقي وناشف، ما فيه حتى قطرة نتاع ما ضروري. وندير المول في الربع، نديره شوكولا تقريب للنص، ونمشيها على الجناب. ومن بعدها نحط الحشو ونضغط وحده راح يتغلف. تقدري من الاول تدهني كاع السيليكون، وكي يجمد تدخلي الحشو زعما تعمريه، والحشو يكون طري بصح ماشي جامد. عادي تقدري ديريها، ولكن انا فضلت نخدم كيما هكا وهكذا. ويعني جاني شويه الحشو كبير، لو كان خليت شويه مسافه شويه واسعه خير. نكمل مع كاع الحبات، نمشي الشوكولا وندخل الحشو، وكي نكمل نغطيها من الفوق ونحطها بجهه باش ندخلها للمجمد. ونزيد تاع البابوش تاني نعمرها بالشوكولا. البابوش كامل كيما هكذا من الفوق لتحت ندير له الشوكولا، ونمشي الشوكولا ونحط الحشو غير من القدام ونغطيه من الفوق. ندخلهم كاع ونبدا نغطي ونحي الزائد تاع الشوكولا. نكملهم كاع ونديهم للمجمد دقيقه يتجمدوا ونجبدهم. وهادو هما نحيتهم بسهوله. راح نزينهم. نبدا بالبابوش. البابوش عندها الرشمه هنايا راح ندير لها لماع ذهبي، وعندها تاني رشمه اللي من القدام ندير لها لماع ذهبي هكذا. ونبقى ندير لكاع الحبات في اللماع حتى نكملهم كاع. ونحطيها في لي كيسات ولا خليهم هكذاك. انا درتهم لها في لي كيسات. وهذا هو شكلهم. ونرجع للطربوش. الطربوش تقدروا تخدموه بالشوكولا بيضاء مع ملون احمر خاص بالشوكولا، بصح راح تنحسب غاليه هذيك شويه على هذه تاع الشوكولا بالحليب. المهم هنايا حليت عجينه السكر الحمراء ونقطع مثلث رقيق وطويل،
ونمسح بياض البيض فوق الشوكولا ولا ديري غراء، ونحط المثلث منا. يعني تبغي تشرش فيه بالكيتور ولا بالسكين ولا تخليه هكذاك، انا خليتهم غير هكذاك. وندير نقطة نتاع بياض البيض من الفوق ونحط فيها كورية ذهبية. هاد الكوريات نتاع غوفرات مامش يابسين، جايين طرايا ومقرمشين. مبغيتش نخدم بعجينة السكر، قلت غير هادو ونحطهم وصاي. ونحطها في الدونتيل ولي كيسات، ونكمل بنفس الطريقة. وهذا هو شكلهم النهائي. ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسونيش غالياتي بالجام اذا مازال ما درتوش الجام، وخلوا لي تعليق محفز هكذا باه نزيد نفيدكم. هذه هي النتيجة النهائية نتاع البابوش. يعني الكمية هذيك عطاتني 18 قطعة نتاع بابوش، وليزيسكيمو عطاتني 20 قطعة، والطربوش درت لها 18 قطعة. الطربوش ماهوش كامل هنايا الشيرات، غير هنا كي بغيت نصور معاكم ماهيش كامله. يعني الوصفه تاع 250 غرام كاوكاو دارت لي 20 قطعه تاع ليزيسكيمو، و18 قطعه من الطربوش، و18 قطعه من البابوش. مع العلم البابوش ما يديش بزاف الشيرات. وخدمت لها تاني صابلي حتى نشاركه معاكم خاص بالختان.